اهلا بيكم على قناة البورصاجي. النهاردة هقول خطأ معظم الناس بتعمله بيخسر الناس فلوس كتير جدا. والخطأ ده بكل بساطة لما بتعمله مرة واتنين وتلاتة بتحس بعد كده انا التريدنج مش ماشي معايا. الخطأ اللي انا بتكلم عليه النهاردة ان الناس بتحط ساعات الستوب لوز بتاعها بيبقى فيري تايت، يعني قريب قوي. هشرح النهاردة على المثال بتاع النهاردة على الباوند ين. انا فاتح الشارت بتاعي على الباوند ين اهو، عايز اوريكم الخطأ اللي معظم الناس بتعمله. بشوف كان ناس كتير قوي بتعمله حتى على السوشيال ميديا وعلى تويتر وعلى انستجرام، ان هو لما بيجي يخش تريدر يحط الستوب لوز بتاعه، يعني ايه؟ تحت الانترنس على طول. يعني ايه؟ خلينا ناخد مثال زي ده. لو انا واخد تريده زي دي، التريده دي ده الهاي بتاعها. اوكي، انا فاتح على الوان اور عشان الناس تمام، وده اللو بتاعها. تمام. طيب ايه المشكله في كده؟ المشكله لما بتيجي مثلا تخش في تريده زي دي، دخلت من عند الاوردر بلوك ده مثلا. اوكي، دخلت من على الاوردر بلوك ده. طيب خليني اشرح الاول ايه الغلطه اللي معظم الناس بتعملها وبتخسرهم فلوس لما بتيجي مثلا تتريد تريده زي دي، او تبقى متارجت ان هو ينزل يهانت الليكويديتي اللي هنا، فبتخش يا اما من عند الاوردر بلوك دخلتك من هنا. خليني اعملها كده، بتبقى دخلتك من هنا، او مستني الفير فاليو جاب. خلينا نحط الفير فاليو جاب، الدخلات الطبيعيه بتاعتنا هي مثلا هنا مثلا. دي الفير فاليو جاب اللي انا هخش منها. طيب دلوقتي انت لما بتيجي تخش انترنس من هنا او من هنا، خلينا نقول دخلت من الفير فاليو جاب، وتروح حاطط لي الستوب لوس بتاعك هنا، على بناء انك ما تخسرش كتير يعني. فطبعا ده من الغلطات اللي الناس بتقع فيها، وبعد كده تقول لك اوف ده انا هيت الستوب لوس. طب ما انت عشان حاطط الستوب لوس غلط. ليه حاطه غلط؟ لان انت في تريده زي دي شايف الماركت رينج بتاعك منين، او التريدنج رينج بتاعك منين؟ من الهاي دي لللو دي. حلو. حلو. لما جيت تخش التريده استنيت الفير فاليو جاب. خلينا ناخد المثال انك دخلت من الفير فاليو جاب وما استنيتش الاوردر بلوك. تمام، او استنيت الاوردر بلوك حتى من هنا. ده خط الاوردر بلوك اللي انا حاطه عشان الناس تعرف بس. تمام، دخلت من الفير فاليو جاب، البرايس طلع لي قاعد ياكيوميليت ياكيوميليت ياكيوميليت. بص بص، طلع بيهانت كم مره كم مره كم مره. فما فيش حاجه غلط انك تحط الستوب لوزك بتاعك هنا. يعني ما فيش حاجه تمنع انك تحط الستوب لوز بتاعك هنا. هتقولي ما هو طلع زياده. طلع زياده عشان يهانت كل الناس اللي حاطه الستوب لوز بتاعها فيري تايت وقليل جدا. هو عايز يجيب الناس دي، وبعد كده الماركت يبتدي ينزل يروح بقى للتارجت اللي انت عايزه هنا. فدي من الواحده اللي انا من الحاجات اللي انا شفتها على السوشيال ميديا، وشفت الناس ازاي بتابروتش الماركت. فانا حبيت بس هايلايت عليها، ويمكن معلومه تنفعك قدام، لان لما تيجي تخش تريده لازم تدي سبيس، لان ساعات الماركت ما بيمشيش زي ما انت عايز بالظبط. زي التريده دي، تريده رخمه جدا. ليه رخمه جدا؟ لان هو المفروض ما عملش ريسبكت للفير فاليو جاب دي، وطلع عند الاوردر بلوك مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. شوف يعني ساعات الماركت بيبقى ماشي مش في اتجاهك، ماشي في اتجاهك صح وكل حاجه، بس ممكن يخليك تاخد ستوب لوز برضه. يعني انت ممكن تبقى صح وتريده صح وانت محلل صح وكل حاجه صح، بس حطيت الستوب لوز بتاعك قريب قوي من الدخله، فراح عمل لك هانت، وبعد كده راح واخد اتجاهه ونازل. فدي من الحاجات يا جماعه اللي انا حبيت هايلايت عليها في الفيديو ده. خلي بالكم لما تيجي تخش تريده زي كده، سيبك بقى من الناس اللي بتبقى يقول لك لا ده انا بخش 1 تو 10 اكس و8 اكس و6 اكس والكلام ده، لو بتسمعوا عنهم يعني. طبعا الكلام ده في ناس فعلا بتعرف تعمل كده، بس انا بتكلم على اللي بيتر الطبيعي وعايز ياخد فلوس من الاندستري دي او ياخد فلوس من المجال ده. لازم يبقى عقلاني. يعني لازم، يعني ايه عقلاني؟ يعني خش تريده يعني 2 لواحد. يعني ايه 2 لواحد؟ يعني نسبة البروفيت بتاعتك دبل اللوس بتاعتك. يعني انا لو هنا هخسر 50 دولار، بس في المقابل هكسب 100 دولار. ده اللي انا بقوله. ده التريدنج رينج طبيعي جدا لاي حد بيبقى ناجح او بيطلع فلوس في الاندستري دي. فعشان كده حبيت هايلايت لما تيجي تحط ستوب لوز حطه هنا. بص هنا ريسبكت قد ايه ما جابوش. شوف طلع لغايه فين وما جابوش. طالما انت حاطط اللوز بتاعك صح واحترم فعلا، والتريده ماشيه صح، انت عارف ان هو نازل وهيكمل وهيجيب ده. بس بص رخامه الماركت عامله ازاي. ما احترمش الفير فاليو جاب، قاعد يعمل اكيوميليشن جوه الرينج، وقاعد يهانت الناس اللي حاطه ستوب لوز. تيجي تخش تاني يروح طالع هانت تاني، تيجي تخش تاني يروح طالع هانت تاني. فيحسسك بالقد ايه انت يعني ايه التريدر الرخمه دي، وانا مش عارف اعمل فلوس والكلام ده كله. فحبيت اعمل الفيديو ده انبه الناس. دي واحده من الغلطات اللي الناس بتقع فيها،
وتفتكر ان هي محلله غلط. لا، انت محلل صح، وتريدتك صح، دخلتك ممكن تكون بدري شويه او متاخره شويه، بس الستوب لوزك بتاعك غلط. فخلاص وانس ان هو الجاب، انت بتتضايق وتحبط، ولا مفيش امل في المجال ده ومش هكمل، والكلام اللي احنا بنسمعه على السوشيال ميديا. محتاج اي حاجه اكتب لي في التعليقات. بشكركم والى اللقاء.